السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. فاضل شهر على السنة الجديدة، وطبعا 2024 دي سنة سعيدة اني انا اتضميت لعائلة يوتيوب، وانا مبسوطة جدا بوجودي معاكم وفي وسطيكم. النهاردة عملت صينية اللي هي الفراخ المشوية ورز بالخلطة. اول حاجه هندخل على التفاصيل بتاعت ايه؟ التتبيله بتاعت الفراخ. معايا طماطمايه مقطعاها 4 تربع، ومعايا بصلايه هنزل بيهم في شفشق الخلاط واحطهم قرن فلفل وهضربهم، وهرجع لكم بعد ما اضربهم على طول. دلوقتي هنرجع بعد ما ضربتهم هنكبهم بقى في بولة، وبعد ما نكبهم في البولة دلوقتي هننزل بالتوابل اهو. بص كده ادي الخلطة بعد ما ضربتها على طول هنزل بيها في الشفشق من شفشق الخلاط على الطبق واسع كده، علشان يساع الفرخة، يعني عشان اعرف اتبلها. دي البهارات. بصوا اول حاجه معايا معلقه كزبره، معلقه شطه، معلقه كاري، ومعلقه كركم، ومعلقه حبهان، ومعايا بتاع ده، ومعايا شطه، ومعايا كمون، ومعايا فلفل اسود. كل البهارات اللي عندك في المطبخ، وهتضيفي عليهم معلقه بتاع ده بهارات فراخ. لو عندك روزماري هتحطي روزماري مطحون، هتحطي برضو عندك بتاع ده. وهحط معلقتين خل، وهبدأ كده ايه اقلبهم، وبعد ما اقلبهم هنزل بكوباية زبادي او بعلبة زبادي علشان الفراخ تطلع طرية بعد الشوي. اهي بقول لكم علبة زبادي هننزل بيها دلوقتي على طول على الخليط اللي احنا عملناه مع بعضينا، وبصراحة بيبقى طعمها جميل جدا. وكمان عايزة تعلي التست شوية في الفراخ، حط لها معلقة عسل اسود. ما عندكيش عسل اسود معلقة عسل ابيض، ما عندكيش معلقة عسل ابيض معلقة سكر على الخلطة دي. هنظبط الملح دلوقتي، وهنحط نص معلقة سكر. انا بقولك على البدايل، مفيش عسل اسود حطي معلقة عسل ابيض، مفيش عسل ابيض حطي معلقة سكر. دلوقتي ادي الفرخة اهي جبتها بعد ما نضفتها، طبعا نضيفة حلوة، وحطيتها في محلول النجع. ناس تقول لي ايه محلول النجع ده؟ اقول لكم انا محلول النجع ده ايه. بصوا يا جماعة، عشان الفرخة تطلع كل الدم اللي فيها، بصوا انتوا شايفينها بيضة وحلوة ازاي. هن... هنجيب معلقة سكر ومعلقة ملح ومعلقتين خل، وتحط الفرخة لمدة ربع ساعة فيها. الفرخة بعد ما تحطيها في محلول النجع ده بتطلع طرية وما بتنشفش وانت بتشوي فيها. ماشي، هنمسك الفرخة كده هنبدأ نفتح فيها فتحات كده بالسكينة. بصوا عشان تشرب ايه الخلطة، عشان انا بصراحة ما كانش قدامي غير ساعتين وبعد كده هطيبها. تيجي جنب العضماية كده وتروح معدي ايه بالسكينة كده جنب المفصل، وتكسري بعد كده اللي هتكسريه علشان ايه ما تبقاش كده على الشواية مش راضية تنزل. بص تكسريه كده اهو اتكسر كده تمام. دلوقتي هننزله في الخلطة على طول بس. وبعد كده هنقطع كمان الورك التاني زي كده. انا بجيب لك قطعة الفرخة كلها قدامك علشان مفيش حاجة تقف معاكي في المطبخ. وبرضو بالسكينة جنب المفصل كده هتعدي السكينة بوز السكينة. انا والله يا جماعة بحاول على قد ما اقدر اني انا اعمل كل حاجة قدامكم، علشان الناس المبتدئة جديد دي تبقى عارفة انا عملت ايه بالظبط. دلوقتي هنقطع الرقبة وهنشيلها كمان، وهنبدأ نقطع صدر الفرخة. بصوا انا قطعت صدر الفرخة ازاي، بس القطيعة دي تقطعيها وانت رايحة تشوي الفراخ، ما تقطعهاش وخلاص، عشان لو انت هتسلقيها هتتهرد منك لو قطعت القطيعة دي. بس هجيب السكينة كده وهبدأ اقطع فيها. بصوا كده، اللي وصل معايا في الفيديو لحد دلوقتي ما ينساش يعمل اشتراك ويحط لي لايك. اهو بقطعها كده وبفتحها، هاخد حتة من الحتة العالية دي كده. بصوا عشان تتفرد معايا الفرخة وتبقى مفتوحة تفتحيها كده، وبالسكين تبدأ الحتة التخينة دي تفتحي فيها كده علشان الخلطة تدخل فيها. بصوا لو في عضماية كده تروحي كسراها، اللي هي العضماية بتاعت الكتف.
وتحطيها بقى. او دلوقتي هنتبلها مع بعضينا، تحاولي بقدر الامكان التتبيلة تدخل في كل حتة فيها، والحتت دي تحط فيها، وتحت الجلد تحطي من الخلطة. وبعدين احنا برضو ايه، ما تنسوش تحطي معلقة خل علشان الفراخ تشرب الخلطة بسرعة. بس كده هحطها هنبدأ دلوقتي ايه، نتبلها. بصوا دي لقيتها الكبيرة، رحت فتحاها كده من جوا زي الكتاب. بس هنجيب دلوقتي التتبيلة بتاعتنا. انا على فكرة بعد ما قطعتها اديتها شطفة تانية تحت الحنفية. هنجيب دلوقتي الحوض ده، وهنجيب الخلطة بتاعتنا، وهنبدأ نتبل الفرخة واحدة واحدة مع بعضينا. بصوا الخلطة لما اتركنت تجلد شوية، هننزل كده بالفرخة جوه الخلطة، ونبدأ نرصها جوه الحوض ده ونغطيها. وبعد شوية كده نروح نولع. انا بصراحة ولعت فحم ورصيتها كده على الشبكة. وبعد ما هتشوفوا كل حاجة قدامكم، بلاش نسبق الأحداث. انا مبسوطة جدا جدا في الفيديو ده. عايزة اقول لكم ان في حد دخلي بيقول لي انا من كندا وانا بتابعك. انا مبسوطة جدا لدخولك، انت اعلنت حضورك وعملت لي اشتراك. بس انا مبسوطة ان القناة كبرت وفي ناس بقت بتتابعني من بره. بصوا هنقلبها كده في الخلطة، تقلبيها، والحتت اللي مختفية، الحتت اللي داخلة لجوه كده تشربيها من الخلطة دي. بصراحة الفرخة دي طلع طعمها جميل جدا جدا. يعني انا بشوي فراخ على طول، بس اول مرة اشوي فرخة حلوة، ان انا عارفة ان عيونكم الحلوة هتشوفها. اهو كده، وتحطي تحت الجلد كده بايديكي، تحاولي كل الخلطة تخليها توصل لكل حتة في الفرخة. بس هننزل بالواحدة كده، ونتبل، ونحط كده في الحتت كلها، في كل الفتحات اللي في الفرخة نحط التتبيلة، ونرصها في الحوض اللي انتوا شايفينه ده، ونسيبها لمدة ساعتين. ويفضل ان انت لو عملتيها من بالليل، لو عملتيها بالليل بتشرب الخلطة دي وبيبقى طعمها اجمل واجمل. هننزل بقى وهنبدأ نتبل فيها، ونحط تحت الجلد كده بايدينا. دلعوا نفسكم واعملوا الاكل بتاع المطاعم بره، بتاع الاكل بتاع بره اعملوه في البيت، اوفر وانضف واحلى. انا تقريبا من ساعه ما فتحت القناه يا جماعه بطلت اشتري اي منتجات من بره، بعمل كل حاجه في البيت. وقبل القناه والله كنت بعمل، بس كنت بكسل، لكن انتوا شجعتوني. انا حسيت ان عندي هدف، اني انا اعمل اكل، يعني اكلات جديده. شجعتوني ان كل حاجه اصورها. بصوا انا مبسوطه جدا والله بوجودكم على قناتي. بس كده ادي بقول لكم الفرخه شربت كل التتبيله اللي فيها. هنسيبها وهنطلع نجهز الشوايه مع بعض. يلا بقى نروح نجهز الشوايه ونرجع. طبعا الكلام ده بعد ساعتين، انا جهزت الشوايه بعد ساعتين. هنجيب كده الفحم وهنولعه. اكيد دي مش عايزه يعني ان انتوا تشوفوها، اكيد كلنا بنعرف نولع الفحم. هنرص الفراخ على الشوايه على الشبكه، ونقفل الشبكه وننزل نوديها فين، نوديها على الشوايه. اهو بص رصيتها على الشبكه وقفلت الشبكه. تضغط جامد على الشبكه علشان الفراخ مفيش حاجه تقع يعني تسقط منك كده في النار. دي فراخ انا شويتها على الفحم. يلا بقى هناخدها وهنطلع فين، نروح على السطح نشوي الفراخ. تعالوا معانا يلا. ودلوقتي خلاص طلعنا فوق، هنشوي الفراخ فوق. هوريكم الفحم وانا بحط عليه الفراخ دلوقتي. جددوا وغيروا من الاكل التقليدي اللي احنا بنعمله كل يوم. جددوا لولادكم واعملوا اكلات جديدة. بس وبعد كده ايه، هدخل على الرز. اول حاجة جبت الكبد والجوانس وقطعتهم كده حتت صغيرة، وحطيت معلقة زيت، ونزلت بالكبد والجوانس كده هشوحهم. ده الرز اللي كان تحت الفراخ اللي شفتوه في اول الفيديو. بس هنشوحهم، وبعد ما نشوحهم هننزل عليهم بايه، ببصلة متقطعة، قطع يعني حتت صغيرة كده، زي السلطة. هنقلب فيها كده.
بصوا شكلهم يا دوب يدبلوا دبلان، وتنزلي بالبصلة ان هما لسه هيتحط عليها المية وهيغلوا مع بعضيهم، فهتستوي الكبد والجوانص. لكن انت لو فضلت تقلبي كده هيتحروجوا ومش هيستووا منك. البصلة يا دوب تدبل، ما تخليهاش تاخد لون معاكي، وتنزلي عليها بالبهارات وتشوح البهارات. وانا هوريكم البهارات اللي نزلت بيها ايه وايه، هتشوفوها قدامكم. اهو بصوا، ليمون ناشف، بتاع ده كمون، شطة، فلفل اسود، كزبرة، بابريكا، كاري وكركم، وعندك عود جرفة، وورق لورا، وحبهان، وليمون ناشف، وبتاع ده اسمه ايه ده، اسمه ايه ده البتاع اللي بنحطه في الاكل ده، قرنفل. تحط 5 عيدان قرنفل. هننزل بقى بالمية السخنة عليهم، وهنسيبهم كده يغلوا مع بعضيهم شوية. وبعد كده هننزل بالرز. انا هسيبهم دلوقتي، وهنطلع مع بعض نروح نشوف الشواية علشان هي خلاص جهزت. بصوا الفحم خلاص كده هو سخن وجهز، وصفي كده من الدخانة خالص. هنبدأ ننزل بالشواية. بس كده تمام. نبدأ بقى ايه، نهول الفراخ علشان تستوي. اول ما قلبتها كده على الناحية التانية، تقلبي فيها على طول كل شوية من وقت للتاني. دي مش دخانة بتاعت الفحم، دي الدخانة من اللي هو النقط بتاعت الخلطة اللي بتنزل. ودلوقتي الرز خلاص المية غليت وجهزت. ده كيلو رز من الرز المصري بتاعنا، عملته على طريقة الرز البسمتي. هنزل بيها في اللي هي الخلطة اللي احنا عملناها مع بعضينا، وتزيديهم كده. وحاولي ان المية تبقى فوق الرز بعجلة صابع، يعني المية اللي انت حطاها دي تبقى فوق الرز بعجلة صابع. هنسيبهم يشتووا ونروح نشوف الفراخ. بص حلاوة الفراخ، يا عظمة، حاجة فاخر من الاخر. وادي الرز خلاص دخل في السوا يا جماعة. بصوا الحلاوة. والله بجد الاكلات دي بتبقى احلى من الطبيخ، وبتبقى احلى من اكلات كتيرة يعني. وهي مش بتاخد مجهود، يعني مش بتوقفك في المطبخ عدد ساعات. ادعوا لي يا جماعة ربنا يشفيني، انا واخدة نزلة برد. خلاص كده الرز جهز والفراخ جهزت. بصوا بتلمع وحلوة ازاي. هنبدأ نجهز يلا مع بعضينا. هنجهز الصينية اللي هنحط عليها الاكل. بصوا الفراخ وانا بنزلها. واحدة هتدخل تقول لي هي الفراخ خدت قد ايه على الشواية؟ على حسب والله، يعني ممكن تاخد معاكي ساعة. هي خدت معايا انا تقريبا ساعة، ان انا بقلب فيها من الناحية دي للناحية دي، ومن الناحية دي للناحية دي. بصوا حلاوتها، يا خرابي دايبة دوب. بصوا دايبة، شايفين حلاوتها حلوة ازاي. اتفضلوا كلكم معانا، ولو وصلتوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتعليق حلو منك يشرفني على القناة بتاعتي. دلوقتي هننزل بالرز على الصينية. ايوه بقى الشغل الجامد ده. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم ولا الشيف بوريك؟ بصوا هنوزع الرز كده، وشيلوا الليمون ده يا جماعة، وورق اللورا شيلوه. كل اللي جابلكم من الحاجات اللي احنا حطيناها ان هي مش يعني حاجات كده زي ورق اللورا والليمون تشيلوه. هنجيب بقى الفراخ ونبدأ نرصها على الصينية دي. وبألف هنا وشفا لكل اللي كل من الصينية دي. وشرفتوني. ووجودكم في حياتي على راسي، وجودكم على قناتي على راسي من فوق. ودي سلطة الدقوس، وهنزلها في فيديو انا عاملاها، وهنزلها في فيديو معاكم. وربنا يخليكم يا رب، ويديمكم نعمة يا رب في حياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهسيبكم تستمتعوا بشكل الصينية اللي انا عملتها.